بتقول ايه اللي مستني الوقت المثالي للكسل والتسويف؟ بص هقول لك حاجه انا جربتها فعلا. حاول دايما ما تربطش نجاحك بنفسك، واربطه باللي حواليك. انا مثلا في حياتي الحمد لله ربنا كرمني ونجحت في حاجات كتير، بس بتيجي في نقطه خلاص انت حققت اللي انت عايزه مثلا. نجحت في حاجات معينه، هتلاقيه عندك لو دافع شخصي هتلاقيه بقى قليل قوي. لكن بص اللي حواليك، مين المسؤولين عنك مثلا؟ عيالك، والدك ووالدتك، اخواتك، قرايبك، اي حد انت بتساعدهم. دايما حط في دماغك ان انت بتشتغل عشان الناس دي مش عشانك. بالتالي لما تعمل كده هتلاقي في ايه، هتلاقي ربنا كده بيديك العزيمة، وهتلاقي نفسك بتشتغل بدون توقف يعني. دي حاجة. الحاجة التانية، مفيش حاجة اسمها الوقت المثالي. الدنيا بتتحرك بسرعة جدا. هديك شايف الاي اي والحاجات اللي بتحصل فيه كل يوم، كل يوم في حاجات جديدة، فاللي هيقف في مكانه هيخسر جامد. تالت حاجة بقى موضوع التسويف ده بيحصل عشان حاجتين. الحاجة الأولى اللي انت بتوفر كومبليكيت الحاجة أو بتعقد الحاجة جدا. الحاجة التانية اللي انت بتبقى عايز كل حاجة تبقى بيرفكت أو مثالية، وطبعا ده مش صح خالص. أنا أي حاجة في حياتي نجحت فيها أنا باخد أول خطوة، وفي الآخر ربنا بيفتح يعني. أول ما تاخد أول خطوة ربنا بيفتح لك أبواب كتيرة انت ما كنتش تفكر فيها، بس عشان سعيت واخدت أول خطوة ربنا بيكرمك. لكن لو قعدت تسوف اول خطوه دي انت مش هتاخدها. فارمي نفسك في البحر، خد اول خطوه وشوف ربنا هيكرمك ازاي.